محمود عبد الحكيم في مساحه رائعه، ممكن يلعب العرضيه لسه مع محمود، عايز يعدي ضم للداخل. محمود عبد الحكيم يا ولد يا لعيب على الترقيصه الحلوه والعرضيه الخطيره، وهدف اول للنادي المصري، هدف اول للنادي المصري يحرزه عبد الله سيسي بعد مراوغه رائعه لمحمود عبد الحكيم في دقيقه من بدايه احداث اللقاء، يفعلها عبد الله سيسي ويحرز اول اهداف هذا اللقاء في كره صنعها باقتدار محمود عبد الحكيم، ويذهب لتهنئه مدربه مختار. مراوغه رائعه من محمود عبد الحكيم لمحمد شوقي، دخل منطقه الجزاء، لعب العرضيه الارضيه يقابلها عبد الله سيسي الى داخل الشباك لتنطلق معها فرحه جماهير بورسعيد التي اتت انهولها الى استاد القاهره من اجل المؤازره والتشجيع. بص شوف محمود عبد الحكيم بيعمل ايه، بص الترقيصه الحلوه، بص المراوغه المجديه، يا ولد يا ولد يا ولد، عدى محمود عبد الحكيم، قطع حلو قوي عبد الله سيسي على القايم القريب، حط شريف عبد الفضيل في ظهره ووضع الكره بمنتهى السهوله داخل المرمى ليعلن عن اول اهداف هذا اللقاء، لتنطلق المتعه والاثاره في تلك المباراه. توقعوها مني اعزائي المشاهدين، سنشاهد مباراه ممتعه. مره ثانيه ابو تريكه يا ولد يا لعيب على التمريره الرائعه، احمد فتحي ممكن يلعب العرضيه، ادي العرضيه وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الاهلي يحرزه الان اللاعب محمد ناجي جدو او قميص الاحمر محمد ناجي جدو، يحرز هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 38 من عمر اللقاء. هداف افريقيا الماضيه محمد ناجي جدو يحرز اول اهدافه بالقميص الاحمر لتتعدل النتيجه في هذا اللقاء وتصبح 1-1. فرحه كبيره لجماهير النادي الاهلي الموجوده هنا في ملعب المباراه. محمد ناجي جدو يحرز هدف التعادل في الدقيقه 38 من عمر اللقاء. اذا تعود المباراه الى نقطه البدايه من جديد، 1-1 بين الاهلي والمصري. نتابع سويا الاعاده، تمريره ابو تريكه الرائعه، عرضيه احمد فتحي يقابلها على طول محمد فضل بضربه راس، ترتد من العارضه لتجد جدو يضعها بمنتهى السهوله الى داخل المرمى لتصبح النتيجه 1-1. محمد جدو صاحب ال 25 سنه يحرز هدف التعادل للنادي الاهلي. 5 أهداف في افريقيا الماضيه